ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ هنعمل احلى سجق ممكن تاكلوه. دي اول طريقه ان شاء الله للسجق، وان شاء الله انزل لكم طريقه تانية. الطريقه دي سهله وبسيطه وطعمها حلو قوي، بيفكرنا كده بسجق شارع وعربيات الكبده والسجق بقى. احلى طريقه ممكن تاكلوها. هنا انا بحضر طاسه فيها زيت، مش كتير لان كده كده اصلا السجق بينزل دهون، فانتوا حطوا حاجة بسيطة وانزلوا بالسجق. انا من الناس اللي بشطف كده السجق شطفة بسيطة خالص، يعني بيبقى متعلق عند الجزار فممكن يجي عليه اي حشرة اي حاجة، فبرضك يعني ايه يعني تضمنوا صحتكم مش اكتر. هنا بقى ببدأ ان انا اشوحه بالشكل ده، ومجرد ما بيغير لونه بصوا بقى بنزل عليه بايه. هوريكم بس شكله غير لونه ازاي وهننزل عليه بايه. بحضر معلقه كبيره من الثوم ومعلقه كبيره من هريسه الشطه، وسبق وعملناها قبل كده على القناه مع بعض. بقوم حطهم كده على بعض وانزل بيهم على السجق واقلبهم. تحسوا بقى ان انتوا بتعملوا طشة ملوخية، طشة حاجة حلوة كده، طشة كبدة. فهمتوا ازاي؟ وبعد كده بنزل بكزبرة ناشفة وبقلب، طبعا توم يعني كزبرة ناشفة. وبنزل بفلفل سبايسي كده، ممكن فلفل اخضر براحتكم خالص. وبس خلاص بقلب كل ده مع بعض، وبتظبطي الملح بتاعك. كده كده اصلا انا مش بضيف توابل لان اوريدي السجق فيه توابل، وانا مش ضايفه خضار يعني، مش ضايفه حاجه تستحق ان انا احط توابل. فهمتوا ازاي؟ فانا بضيف بس الملح والكزبره. بس خلاص السجق جاهز. بعد 10 دقايق بتاكلي احلى سندوتشات سجق ممكن تعمليه بقى بالطحينه، بيبقى لذيذ جدا. شايفين؟ حلو قوي. الطشه بتاعت السجق جميله جدا جدا، ده اسمه سجق الشارع. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم الفيديو الجاي سجق بقلبية الخطير اللي كلنا بنحبه برضك. استنوني ان شاء الله فيديو جديد. اشوفكم على خير، مع السلامه.